إن هذه الأدوات الثقافية ومجموع المفردات المعبرة عنها والتي لا ينفك الشعب الآهل هناك يستخدمها اليوم تسلط الضوء كفاية على هوية منطقتها النواة. فالمفردات جو، مكان، أرض، تربة، حقل، جن، امرأة، حياة، روج، شمس، برا، أخ، مر، موت، صول، حذاء، نو، جديد، جا، ثور، جران، كبير، ثقيل، مشي، خدا، رب، وغيرها من عشرات المفردات التي يمكننا تعدادها والتي لا تزال تستخدم في العديد من اللغات الأوروبية. إنما تنير لنا موضوع النبع العين هذه الألفاظ التي ما تزال دارجة كجذر وطيد في لغات مجموعات الشعوب الأصيلة العريقة، أقدم الشعوب الآهلة الشهيرة كالكرد والفرس والأفغان والبلوجيين، تبرهن على أن منبع المجموعة اللغوية والثقافية الآرية ليس في أوروبا والهند، بل أن العكس هو الصحيح، حيث كانت أوروبا تمر بالعصر الحجري القديم، في حين كانت بلاد الهند تشهد عصرا مشابها خلال حقبة هذه الثقافة التي بإمكاننا إرجاع أصولها التاريخية إلى ما قبل 12 ألف عام تقريبا، وذلك انطلاقا مما يمكننا العثور عليه ضمن الوثائق والمخطوطات السومرية المدونة، واعتمادا على ما أثبتته الحفريات الأثرية الجارية في مراكز العديد من المناطق. إننا في وضع يخولنا للإشارة وبكل سهولة إلى أن تمأسس اللغة والثقافة الآرية قد ترسخ، وأنه اخترع طيلة هذه الفترة الطويلة ما لا يقل عن نصف معدات وأدوات الحياة الأساسية التي تقتات عليها البشرية اليوم، وفيما خلا هذه الأمثلة التي ذكرناها سابقا مما يتواجد في بعض المراكز لا تفتأ الآلاف منها مطمورة تنتظر التنقيب والحفر، علاوة على أن مجموعات الشعوب المنحدرة من العهود الغابرة والتي لا تبرح تصون وجودها في راهننا إنما هي مراكز أثرية حية، حيث نلمس وجود هذه الشعوب اختلافها الإثني كهوية تعود إلى 6000 عام قبل الآن بأقل تقدير. مرة أخرى علي التنويه إلى أن علم التاريخ سيبقى يعاني القصور والنواقص الجدية ما لم يعبر عن معاني المجريات والوقائع القائمة في مركز هذه النواة الثقافية، الهلال الخصيب بكافة أبعادها. باء. لا يمكننا التغاضي عن منزلة اللغة والثقافة السامية كفرع جانبي مهم، ما من شك في غنى هذه البنية اللغوية والثقافية التي كونت فروقاتها المميزة في نفس المرحلة من وجهة النظر التاريخية، وربما كانت أغنى وأرقى من المجموعة اللغوية الثقافية الآرية من جهة كونها ثقافة رعوية وقبلية، حيث نلمس آثار ذلك في المخطوطات السومرية التي تتحدث بلغة ملحمية عن الصراعات والمنافسات الجارية بين أصول الرعي والزراعة على نحو فرعين أساسيين. لكم هي شبيهة بعراق اليوم، إن البنية الملحمية في لغتها وثقافتها راقية، وانطلاقا من مزايا الصحراء الرتيبة فقد يتزامن نشوء إله السماوات الله مع هذه المراحل، ومن المحتمل أنه جرى تبجيل الهوية الأولى المتميزة والخارقة للمجتمع القبلي ورفع شأنها عالية، والوصول بذلك إلى اصطلاح مقدس متجسد في الله. لذا باستطاعتنا دعم تفسير دوركايم لمصطلح الإله بكونه هوية مجتمعية وتأييده بمثال الله كحجة قوية. من المعتقد أن اصطلاحات ومؤسسات الشيخ السيد قد تكونت مبكرا في الثقافة السامية لتتحول في عصر المدنية إلى مؤسسات النبي الأمير. لا نلحظ أي مساهمة للثقافة السامية في الحضارة المصرية الفرعونية رغم احتلال هذه الحضارة مكانها في حقل الثقافة السامية، إذ لا نعثر على أي إشارة ملموسة في أي مادة أو مصطلح أو مؤسسة تدل على فتح الثقافة الرعوية الطريق لثقافة حضارية مدينية كهذه في أعوام 4000 قبل الميلاد. وبالأصل فالوثائق التاريخية أيضا تشير إلى أن مصر اعتبرت هذه الثقافة دخيلة عليها، كما أنه ما من شبه بينهما في البنية اللغوية أيضا، فالثقافة السامية تحتل مكانها في التاريخ المكتوب حوالي أعوام 2500 قبل الميلاد ضمن المستويات الأولى عبر الهويات الأكادية، البابلية، الآشورية، الكنعانية والإسرائيلية، في حين تظهر الهوية العربية بوضوح بعد ذلك بكثير، أي حوالي أعوام 500 قبل الميلاد. أما الآراميون والعابرو فهما اصطلاحان سومريان ومصريان على الأرجح.
يمكن النظر بعين الاحتمال الراجح إلى انصهار المجموعات القاطنة في فينيقيا وفلسطين، بل وحتى في إسرائيل، داخل بوتقة اللغة والثقافة السامية فيما بعد، كالثقافة المصرية الفرعونية. كانت ثقافة شعوب البحر تلك والثقافة الآرية متداخلتين في البداية. هذا وثمة دلائل تشير إلى زوال الحالات الطبيعية الأولى لتلك الأقوام في خضم موجات الهجرة السامية.